السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعملوا شوية كرنبيت كده عسل وسكر زيكم. معايا بقى الكرنبيتة كده قطعتها قطع صغيرة، وكل ما تقطعيها صغير كل ما يكون أحسن. معايا بقى حلة على النار، حطيت ملح وشوية شوية من الكمون. وبعد كده هانزل بقى لما تغلي المَيّة، هانزل كده بالكرنبيت بتاعنا. ما نخلّوش مستوي أوي يا جماعة، حوالي 80% من السوا. وبعد كده هو هيكمّل سواه أمّا نيجي نقليه. عشان لمّا تحبّي تشيليه كده ما يتهريش منِّك في الفريزر. هنطلّعه بقى كده في طبق فيه مَيّة، فيها بقى تلج أو مَيّة من الحنفية براحتك خالص. هاكمّل بقى بقية السليق كده وارجع لكم. معايا بقى هنا كوبايتين من الدقيق، وربع كوباية من النشا. هانزل عليهم بملح وفلفل أسود وشوية من الشطة وشوية من الكمون، ونُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هاخلط بقى كل الخليط ده كله مع بعضه، وهاقسمه على طبقين زي ما أنتم هتشوفوا كده. بعد كده بقى هاحط هنا شوية من الكركم وهنا شوية من الكركم، بيدّوا له كده لون حلو كده دهبي، حلو أوي يا جماعة. وهانزل بشوية من الخضرة مشكّلة، ونُص طماطمية واحدة بس مبشورة. وهانزل بعدد بيضة واحدة. وبعد كده هانزل بقى بالمَيّة تدريجًا لحد ما أوريكم قوام السائل اللي أنا عايزاه. زي ما أنتم هتشوفوا كده. طعمه حلو أوي يا جماعة، بيطلع مقرمشة بجد تحفة. بُصّوا القوام، هو ده القوام. حطيت بقى طاسة صغيرة كده على النار عشان فيها زيت ياما. وبعد كده حطيت بقى في الدقيق الأول، وبعد كده هانزل في خليط السائل. وبعد كده هانزل في دقيق تاني. بس بقى لمّا ننزل في الدقيق تاني، أدّي له كده كذا تقليبة، 5 والّا 10 يعني تقليبات كده، عشان يدّيكِ زي قشور كده. يدّيكِ أكنِّك كده إيه، فراخ مقرمشة كده crispy زي ما أنتم هتشوفوا. وبعد كده بقى بُصّوا كام يعني إيه، كام تقليبة. أنا ما بامسكوش بإيدي أعجّنه، أنا بصوابع إيدي بس كده بادّي له إيه، تقليبة، وبعد كده بانفضه كده شوية عشان يعمل معايا قشور. كده هانزل بقى كده في الزيت زي ما أنتم هتشوفوا، ومش هاجي جنب منه خالص إلا لمّا يتحمّر من تحت. أبدأ أقلّبه الناحية التانية. هيطلع مقرمش وبجد طعمه تحفة يا جماعة. ولمّا تعملوه كده ادعوا لي دعوة حلوة ولكم منها بالمثل. بُصّوا ما ياخدش وقت ولا يشرب زيت ولا أي حاجة خالص. أنا عملت كمية صغيرة بس باوريها لكم، عشان أنا الكمية التانية هاحفظها في الفريزر. هاحطها بقى كده في قوالب الفِل دي، واغطيها بأي بقى كيسة كده من عندِك بتاعة ساندوتشات والّا أي حاجة، وتحطيها. بعد كده تطلعيها تبرد خالص، وبعد كده تبدئي تشتغلي فيها تاني. بُصّوا باوريكم اللي هو مقرمش وحلو إزاي. إيه رأيكم في الجمال؟ يا رب الوصفة تعجبكم.